السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنكمل سلسلة من سلسلة تفريزات رمضان، الحاجات اللي هتسهل لنا كتير من الوقفة في المطبخ في رمضان. هنجهز العصاج، هنجهز صلصة المحاشي، هنعمل كمان حاجات كتير للسحور، وهنعمل الكرنب مع بعض، وهنعمل السبانخ وكل الحاجات التفريزات اللي احنا هنفرزها وهتسهلنا كتير من الوقفة طبعا. وعملنا قبل كده الصلصة وعملنا القلقاس. هنشوف، جبت الكرنبة وهفتحها كده، هفتحها من عند الراس من فوق ورقة، هنسحب ورقة ورقة. في الفترة اللي احنا بنقطع فيها حطيت المية تغلي على النار، وهنحط فيها معلقة الملح. هفك ورقة ورقة من فوق، لا تجيب الكرنبة لا هي مكبوسة قوي وناشفة ولا هي مفرغة فاضية، هتبقى فاضية من جوه، والمكبوسة هتبقى ناشفة وهتتقطع معاكي وما بتبقاش طعمها حلو، بتكون وسط كده. هنفتح كل الورق مع بعض. فتحنا الورق، بنفتح الورق كده من فوق وبعد كده نسحبها من تحت. الفترة دي احنا كنا حاطين المية، واحط فيها معلقة ملح ومعلقة لبن بودرة او معلقة كمون، الحاجة اللي انت عايزاها. بس انا مجربة معلقة اللبن بودرة بتخليش ريحة خالص للكرنب. هنحطها في ثواني كده، 10 ثواني وتطلعيها على طول، عشان هي لسه بتكمل سواها في الفريزر. فاحنا مش عايزينها تتهري وتجلد، لما بتتهري قوي بتجلد في الفريزر مع الشيل مع التلج. فعلى طول ثواني وتطلعيها على مية باردة. طبعا شاطفين الورق قبل ما نحطه نسلقه، شاطفينه بالمية من عشان الحشرات والتراب. وبعد ما بيتسلق طبعا بنشطفه ونحطه في مية ساقعة عشان يقف التسوية، مدة التسوية بتاعته. هنلف الورقة زي كده ونشيل العنقود بتاعها، وبعد كده نقطعها مربعات او تلفيها رول وتقطعيها زي ما احنا شايفين الفيديو مع بعض. طيب كده طريقة سهلة وبتسهل وقت الحشو. بنفرد الورقة وبنحشي ونقطع، نشوي ونقطع على طول. فدي عملية بتسهل لنا كتير عن تجربة، طريقة سهلة. وانا جمعت لك الفيديوهات كلها، لو عايزاها بالتفصيل ارجعي برضو للقناة، هتلاقي كل جزء من الفيديو منفصل، عاملة فيديوهات منفصلة بالتفصيل ليها وشرح منفصل. كمان هناخد السبانخ، غسلناها كويس، طبعا بنغسلها على مية جارية عشان كلها بتبقى مليانة رمل. نغسلها كويس ونحطها على فوطة المطبخ وننشفها كده ونقطعها طبعا تقطيع عريضة شوية. ونحط كمان معاها كزبرة خضراء، كزبرة بس، ما بنحطش لا بقدونس ولا شبت. الكزبرة هي اللي بتديها الطعم الحلو. اهم حاجة ان احنا نحطها في الاكياس ونفرغ الهواء منها عشان ما تسودش، بتقعد من السنة للسنة، من موسم للموسم بتبقى موجودة. الباقي عندي وبتبقى قاعدة خضرة زي ما هي. كمان هنعمل للسحور او عايزين طبق جانبي بطاطس. هنعمل كفتة البطاطس، حطيتها في مية وتوم وحطيت ملح معاها فترة السلق، وهرستها بالهراسة، وحطيت عليها كوباية دقيق رز وملح وكمون وكركم، وهنقلب كله ده مع بعضه. كمان لو عايزة حطيت كمان مرق اللي هي الفوري معاها، بتديها تطعيمة حلوة. قلب كله مع بعضه وهنصبحها. في اللي هعملها سادة منهم، وفيها اللي هحشيها بالعصاج، وفي اللي هحشيها بالجبن. طبعا الطريقة اللي انت عايزاها في كل الحالات جميلة. الحشوة دي ترجع لك، بس انا بديكي فكرة تجربيها وان شاء الله تعجبك وتعتمديها على طول عندك في الفريزر، سواء لرمضان او غير رمضان. هي وجبة منقذة في كل الحالات. حطها كده، عملت اللي هو حشيته الدواير. طبعا تفصليهم بالاشكال عشان تعرفيهم من بعض. عايزة مثلا حاجة هتحطيها جنب لحوم، هتطلعي اللي ما فيها الجبن. حاجة ما فيهاش لحوم هتطلعي اللي هو محشي باللحوم اطباق، وممكن تعتمديها اطباق رئيسية جميلة في الفطار او السحور. جبت طاسة وحطيت كمان فيها معلقة زيت، معلقتين زيت كده، وحطيت اللحمة عليها. هنعمل العصاج بالطريقة العادية خالص.
اكياس العصاج منقذة في ليه هتحطيها في الفريزر على طول. كمان بنطلعها البشاميل جاهز، العصاج جاهز، هتسلقي المكرونة وبس، وهتركبي صينية المكرونة او اي حاجة هتحطي فيها العصاج هتبقى جاهزة وتسهلك كتير من الوقفة. حطيت كمان عليها البصل مكعبات، طبعا انت زي ما انت عايزاها الكمية اللي انت عايزاها، وتفرزيها في الاكياس تبع الكمية اللي انت هتاخديها منها. قلبتها، حطيت ملح وفلفل وتوابل اللحوم، وحطيت في الاخر عليها شوية خضرة بتديها طعم حلو، وكمان فلفل اخضر. طبعا تحطيها في العلب او اطباق التفريز. حطيت 3 معالق 4 معالق زيت، 3 4 معالق زيت، الكمية اللي انت عايزاها تحمريها. هنحمر الشعرية، هنعمل الرز سواء مفلفل او بالشعرية، او هتحطي كمان حتى الرز الابيض ممكن برضو تشوحيه وتحطيه. عايزة تحطيه طبعا بيتحط برا التلاجة عادي في علب التخزين بتاعت المطبخ، والمنظمات بتاعت المطبخ. في الاخر خالص حطيت معلقة سمنة بلدي عليها، بتديها طعم حلو اكنك حمرتيها من البداية بالسمنة البلدي، بس بنوفر الكمية فيها. يلا ابدأي وخزني الحاجة، ولو من دلوقتي لسه الفترة معانا كل يوم شوفي حاجة من الحاجات اللي بتحتاجيها في رمضان وجهزيها وحطيها عشان توفر لك وقت للعبادة في رمضان، ووقت لنفسك ووقت للأولاد. كمان هعمل اللي هو العصفور بنفس الطريقة، نحمر بنفس الطريقة العادية. الطريقة دي حمرته كله وهنسيبه لغاية ما يبرد. ننقله من الطاسة او الحلة اللي انت حمرتي فيها وهتحطيها لغاية ما يبرد لما تعبيها. عملت كمان الرز الابيض، هنعمل برضو الصلصة بتاعت المحاشي. حطيت بصلة وملح وفلفل، وهحط معاها كمان لغاية ما تصفر بس، وهنحط التوم المهروس تصفى. اول ما تصفر ما تخليهاش تحرق للاخر او تحمر للاخر. حطيت معاها قطعة لحمة، واول اللي هي التسبيكة اللي عملناها الفيديو اللي فات. طبعا بتحمري البصل للاخر وبعد كده، لكن اللي البصلة بتاعت المحاشي بنخليها صفرة ما بنحمرهاش للاخر. حطيت معجون طماطم فيها، وبعد كده عصير الطماطم، ونسيبها تتسبك مع بعض. وهحط كمان معاها في الاخر مرقة. حطيت مرقة ومعلقة معجون هريسة اللي هي الشطة، عايزة تحطيها الشطة الحارة، عايزة تحطيها الباردة براحتك، بتديها تطعيمة حلوة للمحشي. ودي كفتة البطاطس طبعا جمدناها في الفريزر، جمدناها الاول، وبعد كده لميها حطيها في الاكياس، اخزنيها في الاكياس او العلب اللي انت عايزاها براحتك. لازم تجمد الاول زي ما احنا شايفينها مع بعض. عطيتك افكار للسحور وللفطار، ولسه قدامنا السلسلة تخزين. سلسلة التخزين برضو فيها توفر لنا كتير على قد المكان اللي احنا عايزينه، مش لازم الكميات اللي انا عاملاها، الكمية اللي انت عايزاها اعمليها. ودي الصلصة اهي، صلصة المحشي. حطينا الخضرة في الاخر خالص بعد ما تبرد، عشان الخضرة تفضل خضرة زي ما يكون حطاها فريش في نفس الوقت اللي انتي هتعملي فيها المحشي كده بتقعد فريش. ويلا تابعيني في باقي الفيديوهات تستفادي لاستعداد رمضان، وكل سنة وانتم طيبين.